اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك. هنا حبايبي طبعا الروتين بتاع النهارده يعني انا مروقه الشقه ومخليها زي الفل، وبصوا مية مية. فجت العزومه بقى على بالليل، طبعا اهلي واهل جوزي دايما بنتجمع دايما يوم الخميس ده، يا اما اخوات ولاد اخت احمد، يا اما يا اما اهلي. فطبعا كانوا كلهم مالين الشقه بقى بزراميطه واكل، وجابوا الصبه خلوه بره. بصوا بهدلنا الدنيا بصراحه، مش مهم، على قلبي زي العسل. فانا قلت بقى قررت بقى اشيل البياضات. بصوا بتاعت الركنه دي بقى لي كتير ما شلتهاش، قلت اشيل البياضات دي والبياضات بتاعت الركنه التانية والمطبخ. بصوا هم اللي يعني كتر خيرهم، اللي عملوه واللي قدروا يعملوه. بص انا بوريكم اللب عشان كنا مبهدلين الشقه كلها لب. وهنا البوتاجاز بقى هغسله، في جزء منهم غسل لي المواعين. وهنا اوضه الاطفال بصوا كركبه خالص خالص، ما فيش. الوحيده اللي كانت نظيفه عندي كانت اوضه النوم. طبعا هم لما جولي بقى استغلت الفرصه، مسكت عملت الخشب اللي هو في الدولاب، ودي الحفظات اللي انا كنت غسلاها. طبقتها، واحده فرشتها بره والتانيه طبقتها. طبعا همسك بقى اوضه النوم، هي نظيفه ما فيهاش اي حاجه بصراحه، يعني هما ما دخلوش اصلا اوضه النوم. فانا هطبق البطانيه وافرش الكوبرته اللي هي القطيفه على السرير، واشيل بقى البياضات دي كلها اغسلها لانها اتهلكت معايا بصراحه، اتوسخت يعني. طبعا كانت عزومه جميله جدا والله. هلم ده كله واغسله بقى في الغساله وابتدي معاكم الروتين ان شاء الله. كانت عزومه جميله جدا جدا والله. وكان اي يوم طبعا انا بعرفكم يا حبايبي بالكلام دوت، اي يوم في اهلي موجوده او اهل احمد موجودين مع بعض وبنتجمع، والله بيبقى يوم جميل جدا ومميز بالنسبه لي. انا معرفاكم في الفيديوهات اللي قبل كده اني بحب اللمه، انا بحبها عامه، مش مشكله. تعب شويه، اي نعم انا تعبت جامد في الترويق، بس مش مشكله، على قلبي زي العسل. طبعا انا كده روقت اوضه النوم، هي مش متوسخه قوي يعني، هي نظيفه مش رايقه يعني. وحطيت البياضات كلها بتاعت الركنتين في قلب الغساله. اخش بقى على اوضه الاطفال. طبعا اللي ما شافش فيديوهاتي واول يوم واول مره يشوف الفيديو ده، انا بعمل النومه دي لفتح ابني. فكانت ملك ومريم واخويا واخت جوزي واخو جوزي ووالدتي، بصوا كانوا كلهم موجودين. فانا عندي 4 سراير، انا يومهم فين؟ انا نيمتهم مكان فتحي. نيمتهم يعني، في جزء نام مكان فتحي وفي جزء نام في اوضه الاطفال التانية. هوريها لكم برضو بعد قمت روقتها ونضفت كله بصراحه. هنا اوضه الاطفال دي كانت رايقه والملايه كانت نظيفه. قلت بس هي حاجات بسيطه، بشيل المساند وبشيل البطاطين اطبقها وبطبق البطانيه زي ما انتم شايفين، والملايه زي ما انتم شايفينها كده. الشقه كانت رايقه يعني، مش نظيفه ان هي مش نظيفه، لا هي كانت رايقه. بس اللي كانت مبهدل لي الشقه كلها بصراحه اللب، هو من اللي جايبه جوزي يعني، مش حد غريب. بصوا كوبايات بقى في قلب الاوض، كوبايات في الصاله. بصوا كان في كل حته كل حاجه مرميه في قلب ناحيه، فانا سايباهم كده يعني فين وفين لما بيجولي بصراحه. هنا اوضه الاطفال خلصتها برضو اهو. بص ما خدش معايا وقت، الروتين نظيف يعني، الحاجه نظيفه هي بس. وادي اللي بعرفكم ان الهدوم طبقناها، والدتي طبعا اخت احمد اللي طبقت الدولاب على طول، موعودين معايا بالدولاب. ادي دولاب بسنت وفتحي وادم طبقوه كله اهو زي ما انتم شايفين. طبعا يعني هم بهدلوا لي الدنيا، ما استغلهمش، لا استغلتهم. هنا بقى هطفي اوضه الاطفال كده. انا اوضه النوم واوضه الاطفال مية مية. هنخش بقى على الصاله. بصوا كوبايات قد ايه بقى في الارض، شاي بقى وعصاير وحاجات. بصوا احنا سهرنا عامه. مسكت بقى الكوبايات كلها شلتها، وهبتدي بقى افرش. اشيل بقى الموكيت اللي هي الحافظه اللي في الارض دي، انا كنت غسلاها معاكم في فيديوهات من الفيديوهات بتاعتي الروتين. غسلتها هي وحافظه تانية ونشرتهم على الحبال ونشفوا. فانا قلت احطها على السجاده عشان بس تحافظ شويه على السجاده اللي طبعا ما حافظتش خالص. شلتها بقى وشلت. بص اللب، كميه اللب قد ايه، كميه لب كتيره جدا.
هشيل بقى السجاده انفضها كده، لان طبعا دي مش هتنفع تتكنس، مش هتنفع تتكنس بالمكنس، لازم انفضها جامد. هنا نفضتها خالص وفرشتها وكنست تحت منها. الحته القماشه دي اللي انتوا شايفينها دي هي شانيليا يعني تقيله، قلت احطها على الترابيزه واشيل الازازه، لان ادم ابني يعني ابتدى انه يطلع على الازازه، يطلع يتنطط عليه، فانا قلت اشيل الازازه اللي هي على البفايه واحط القماشه اللي انتوا شايفينها دي، وافرش بقى البياضات كده. طبعا انا هقعد اسبوع ما حدش هيجيلي، قلت بقى البياضات هتفضل نضيفه شويه، مع ذلك والله بتتبهدل من ادم وبسنت، بس مش مشكله، البياضات كلها اتبهدلت في عزومه امبارح. انا ما صورتهاش منعا يعني للاحراج، ما بحبش اضايق حد. انا والدتي كانت راضيه واخت جوزي كانت راضيه، بس في مجموعه تانية من ساعه ما اتخطبت هما فاهمين نفسهم. تقول لك لا يا عمته مش عايزه اظهر في الفيديوهات. طبعا انا بحترم رغبه الكل، فانا روقت بقى زي ما انتم شايفين اهو البياضات فرشتها، وادي الجزامه نضيفه. بصوا خليت الصاله زي القشطه. بصوا بقى الارض اللب والسوداني والحاجات دي كلها، طبعا انا هكنس كله واخرجه على بره. هنا كانوا قاعدين برضه، قعدوا بالليل سهروا على السفرة، الشاي بقى وقع والموز وكافي ميكس والله وقعوا على المفرش. فانا قررت بقى ان انا اشيله واشيل الكسوه بتاعت السفرة اللي انتوا شايفينها دي، هغسلها. يعني هي الغسله بتاعت البياضات وغسله الكسوه بتاعت السفرة، مش عقبه يعني، الغساله هي اللي بتغسل. انا مش بوريكم ان انا تعبانه والله ابدا عشان هم ما يزعلوش، بس انا بوريكم الروتين النهارده. ان الحاجه بتتبني او بعملها في فتره كبيره بتتهد في ساعه، فاهمني؟ فانا قلت بقى امسك بقى السفره انفضها كلها واشيل الكسوه اللي عليها وابقى اغسلها برده بعد البياضات، وامسح بقى. بصوا الصب حتى محطوط على الرخامه هناك اهو، ولا كانوا مشغلينه برده بالليل. سبتهم يوم كان حلو بصراحة ومميز وجميل، وانتوا عارفين يا حبايبي اني دايما بحب لمتهم. هنا بقى شلت كنست بقى الارض كده، كانت الارض دي كانت نظيفة، فانا كنست من على الوش كده، ودي اوضة الاطفال التانية هم ناموا برضو فيها، ودي حاجة العيال ولاد اخويا وبنات اخت جوزي، وعاملاها للخزين. انا عاملة الاوضة دي في الشتاء للخزين. هخش بقى المطبخ، ما تنسوش تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل روتين بعمله. همسك بقى المطبخ اروقه امسحه، طبعا كان مكركب خالص خالص، اللي غسلوا المواعين اللي غسلوها غسلوها، واللي سابوه، فكتر خيرها بصراحه، يعني جزاها ربنا خير. هي بتساعدني، هي مش وحشه معايا، اخت جوزي بصراحه كويسه جدا جدا، ربنا يصلح لها حالها ويهدي لها عيالها ويخليهم لها ويفرحها بيهم دايما. فانا بقى قلت هعمل النهارده فراخ وبطاطس ورز وكده، اكله جميله وطريقه بطاطس طريقه حلوه قوي. بس قبل ما ابتدي همسك بقى البوتاجاز انضفه زي ما انتم شايفينه كده، وامسك انضف السيراميكا بتاعت الرخامه بتاعت المطبخ علشان يبقى رايق، عشان اعمل الاكل بتاعي وانا رايقه اهو يا حبايبي. الحلل بصوا نضيفه، هملاها ميه واحطها للفراخ. طبعا اليوم ده احمد كان قاعد، هو نزل قاعد في المحل، فانا قررت بقى اعمل الروتين كده وهو في المحل ويطلع يلاقي الغدا جاهز. همسك بقى الصواني، طبعا هي الكوبايات، بص هي مش مواعين كتيره بصراحه اللي كانت وسخه، يعني هما غسلت المواعين، فهي حبه حاجات بسيطه بقى. قلت بعد ما فطرنا وفطروا كلهم ونزلوا، قلت انا مش مشكله اقوم انا اعملهم. وزي ما انتم شايفين كده هبتدي بالازاز كله، بعد كده بقى ابتدي بالاكل. بالله عليكم يا حبايبي لو انتم ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لي لايك للفيديو فضلا منكم طبعا وليس امرا، علشان الكل يستفاد منه وانا استفاد انا كمان عشان الفيديو يترفع يعني. اهو يا حبايبي اغسل بقى الكوبايات واشطفها واحطها في الصفايه اللي هي بتاعه المطبخ. الصفايه دي عاليه على ايدي قوي، انا حاسه انها قصيره، اما باجي احط الكوبايات ما بطولش، بشب كده وانا بحطها، فمش عارفه انزل المطبخ تاني اخليه من تحت شويه ولا اخليه مرفوع زي ما هو كده، مش عارفه بصراحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده حبايبي انا خلصت بقى المواعين كلها، وبس الكوبايات اللي انا جبتها غسلتها، وهمسك بقى الفراخ افككها. هي طبعا كانت نظيفه، بصوا خليت المطبخ زي القشطه وزي الفل ازاي.
عشان اعرف اتحرك فيه، عشان اعرف اعمل اكلي وانا مرتاحه وانا نفسيتي مرتاحه كده. وكنسته وحطيت الفراخ تتنقع عبال ما اقشر البطاطس. طبعا انا هعمل صينيه بطاطس بطريقه جميله حلوه جدا هتعجبكم. تابعوا معايا الفيديو وتابعوا معايا الطريقه. طريقه حلوه بصراحه. هقشر البطاطس كده وبعدين اعملها شرايح بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي واعملها في صينيه اهو يا حبايبي. بس قبل ما اعملها طبعا لازم اغسلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده قطعتها كلها شرايح اهو. هنزل بقى عليها في الميه اغسلها. وهنا الفراخ اتفككت خالص. هحطها بقى في الشوربه بتاعتها او في الميه بتاعتها عقبال ايه ما البطاطس تتنقع شويه، يعني تنضف. لو فيها طينه ولا ترابه ولا حاجه تتشال منها. طبعا الميه غلت بتاعت الفراخ هسقطها واحط الفلفل اخضر واحط. انا بقيت احب الفلفل الاخضر جدا. احط فلفل اخضر واحط البصل واحط التوابل بتاعتي. هبتدي بقى الخلطه بتاعت البطاطس النهارده. هنمسك فلفل رومي الوان واخضر، لو انت عندك الوان براحتك، لو عندك حامي بصي اللي انت عايزاه. وامسك 3 بصلات كده شرايح زي ما انتوا شايفينها كده. طريقه جميله وسهله وحلوه جدا جدا هتعجبكم. بما اني بقى بغير في الطبيخ، لاني انتوا عارفين ان الطبيخ بيبقى تقيل شويه في الشتاء، فانا قلت اغير ايه من طعمه. طبعا انا مسكت عصرت 4 أو 5 طماطمات قوطه يعني، وحطيت معلقه زيت ومعلقه سمنه، معلقه صغيره. واحط التوابل بتاعتي: توم باودر وبصل باودر، كركم وبابريكا، كزبره ناشفه، فلفل اسمر اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين التوابل. وحبه كمون صغيره. التوابل دي جميله جدا. وحبه الملح، لازم الملح. همسك الصينيه ادهنها من تحت، دي سمنه هدهنها من تحت. وبعد كده احط البطاطس بتاعتي هرصها في الصينيه. طبعا الخلطه دي كلها او التسبيكه دي او الاكله دي انا اعملها ني في ني من فوق يا حبايبي. انا مش بصوا الخلطه دي مش هحطها في الفرن الا بس تعمل وش للفرن. بص بقى قررت بقى ان انا ارصها رصه جميله كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا كان عندي حبايه كوسايه واحده بس، قلت لا يعني انا هرميها ولا اعمل فيها ايه، انا هحطها في قلب البطاطس وخلاص. وبقيت الطماطم حطيتها من فوق بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا هحط بقى الفلفل والبصل من فوق برضو كده، واحط كبشتين شوربه، وهسوي ده كله ني في ني كده. هسويه على البوتاجاز من فوق. بصوا طريقه جميله وسهله وحلوه جدا. ني في ني عشان ما تبقاش متسبكه وتقيله على معدتك اهو يا حبايبي. واغطيها تستوي خالص. هحطها بقى من جوه تستوي براحتها وتتسبك براحتها عقبال ما اعمل الرز. هعمل الرز بقى بتاعنا النهارده بطريقه برضو جميله جدا ومميزه. هحط السمنه والزيت والشعريه والرز، بس هحط في الرز كركم، يعني بهارات فراخ وكركم اللي هو الاصفر، علشان يخلي الرز كده اصفر وشكله جميل اهو يا حبايبي. بالله عليكم فضلا وليس امرا اعملوا لي لايك. معلش بقى النغمه بتاعت الرساله. بص اهو يا حبايبي بس يصفر لون الاكل. انا كنت عامله برضو الطريقه دي، عايزه يعني الرز يبقى ليه لون، فاهميني، يبقى شكله جميل جدا وواضح معاكم كده يا حبايبي. الاكل خلص والروتين خلص معاكم. بالله عليكم ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميله. ولو انتوا لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واعملوا لي لايك يا حبايبي للفيديو. كده البطاطس بصوا اتشربت خالص، لسه هعملها لكم تاني. وهنا الرز بقى اول ما يتشرب هوطي عليه. بصوا كده بقى اتشربت البطاطس خالص، ما بقاش فيها الطماطم والشوربه وكله واتهرت. هحط بقى على الوش كده جبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفينها كده، واحطها في الفرن بس تعمل وش، تدي طبقه بس الوش بتاعه كده. حبايبي يكون الفيديو خلص معاكم. بالله عليكم ما تنسونوش بالتعليقات الجميله بتاعتكم واعملوا لي لايك للفيديو. هحطها بقى في قلب الفرن كده على الشوايه من فوق مش من تحت. بصوا بقى ادت شكل ولون وطعم خرافه وحكايه بصراحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا الرز الجميل وشكله التحفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.